وقعوا بزاف تاع عمليات النصب في تاريخ البشريه، منها اللي بسيطه وسهله ومنها اللي معقده وذكيه. ولكن قصه النصب اللي غنعاود لكم اليوم تعدات جميع المستويات اللي يمكن لك تتخيلوا. حيت البطل ديال القصه ديالنا اليوم غادي يبيع برج ايفل 2 المرات، وغيبيع ماكينه كتصاوب الفلوس كل 6 سوايع. بقاو معنا حتى الاخر باش تكتشفوا كيفاش دار هاد العمليات. في واحد النهار من بعد الحرب العالميه الاولى 1925 في فرنسا، فيكتور لوستيج كان مريح في واحد القهيوه في باريس كيشرب في القهيوه ديالو وشاد جورنال كيقرا فيه. وهو كيقرا في الجورنال جات عينو على واحد المقال على الحاله المتدهوره اللي وصل ليها برج ايفل بسبب الحرب وعوامل الطقس اللي خلاوه آيل للسقوط، وباللي محتاج تكاليف اللي كثيره بزاف باش يرموه. ولكن هذا المقال ما داش هكاك على اشهر نصاب في العالم، بل هو خداه من منظور اخر واستغلو باش ينفذ اشهر عمليات نصب في العالم. هنا بقى كيفكر وطاحت عليه واحد الفكره اللي ما طيحش على الجل الكحل، وقرر باش يبيع برج ايفل لشي واحد حيت فريمون وصل لواحد الحاله اللي خايبه بزاف. وهنا فيكتور طرح الفكره باش يبيع برج ايفل ل6 ديال رجال الاعمال، جمعهم في واحد لوطيل وباش يكسب الثقه ديالهم وباش يثبتهم جاب معاه وراق مزورين كيتبتوا بان فيكتور هو الناطق الرسمي اسم الحكومه الفرنسيه. وباش يزيد يقنعهم وما يخليش ليهم الشك جاب معاهم وراق اخرين مزورين كيتبتوا بانه نائب المدير العام لوزاره البريد والتلغراف. هنا فيكتور بدا كيهضر معاهم بكل لباقه وبكل دبلوماسيه على خطه الحكومه الفرنسيه في بيع برج ايفل، بحكم ان تكاليف الاصلاح ديالو والترميم ديالو باهظه بزاف. وقال التجار بان هذه العمليه غتكون سريه في الوقت الراهن بسبب ان قرار بيع برج ايفل غيدير واحد الضجه اللي كبيره بزاف في المجتمع الفرنسي. رجال الاعمال كيتصنتوا ليه وفرحانين كيقولوا هذه هي الضربه. وبقى كيهضر كيفسر ليهم كيلقي عليهم الخطاب النصبي ديالو وقال لهم نتوما تختاريتوا من بين كاع رجال الاعمال حيت عندكم سمعه كبيره وزوينه بزاف، وبان المهمه ديالو هي يختار واحد منهم اللي غيفوز بالصفقه ديال بيع برج ايفل. بقى فيكتور كيهضر وكيراقب فيهم واحد بواحد باش يختار هذاك اللي محمس فيهم وباغي يشري. من بعد هزهم في واحد الليموزين اللي كان ديجا كاريها باش يستعملها في هذه النصبه ديالو، وبقى كيدورهم حدا برج ايفل. هنا فيكتور اختار اندري بوسيون واحد من دوك 6 باش يبيع ليه برج ايفل حيت بان ليه هو اللي محمس فيهم بزاف وباغي يشري. ولكن فيكتور لقى واحد المشكل، مرت اندري بحال شمات شي حاجه ماشي تلهيه وحاولات تقنع راجلها باش ما يديرش هذه الصفقه هذه. هنا فيكتور غيبين على الذكاء ديالو على المهاره ديالو في النصب، وباش يعتقل الخطه ديالو غادي يعيط على اندري وغيعزلو بوحدو وغيبدا يهضر معاه وغيلمح ليه باللي هو راه موظف فاسد وغيعطيه هاد الصفقه الا عطاه حتى هو قهيوته. فيكتور بالذكاء ديالو قدر ينجح عمليه نصب وياخذ فلوس برج ايفل زائد الرشوه. من بعد اندري غيكتشف باللي راه تعرض لاكبر عمليات نصب في حياته. في هاد الاثناء فيكتور كان ديجا هرب للنمسا، ولكن النصاب ديالنا عنده النيفو هربان في النصب، غادي يعاود يرجع لفرنسا وغيعاود يدير نفس العمليه ديال النصب ديال برج ايفل واحد السيد اخر بنفس الطريقه. الاختلاف اللي كاين في هذه المره هو ان الضحيه بلغت الشرطه بان فيكتور نصب عليها، وبيان سور فيكتور واحد السيد اللي مطور وذكي بزاف غادي يقدر يهرب ما غيشدوش. عمليه برج ايفل ما كانتش هي العمليه الوحيده لفيكتور، ولكن دار واحد العمليه اخرى اللي مفروحه. عرض واحد الصندوق فيه ماكينه كتنسخ العمله وقال لهم باللي الماكينه كتنسخ $100 كل 6 سوايع. فيكتور كان عنده ستوك ديال هاد الصنادق وقدر يبيعهم كاملين $30,000 للصندوق الواحد. وفعلا الصندوق كيقدر ينسخ $100 كل 6 سوايع، ولكن من بعد 12 ساعه كيولي يعطي غير الوراق حيت كيساليو فيه الفلوس. من بعد كيكتشفوا الضحايا بلي تنصب عليهم نصبه 5. ولكن بالرغم من الذكاء الخارق ديال فيكتور والاحتيال ديالو غيطيح في يد البوليس بسبب اللي تافه بزاف، وهو الغيره ديال العشيقه ديالو اللي غتحصلوا مع واحده اخرى. فيكتور غيتشد وغيتحكم عليه بالحبس وغتسالي القصه ديالو بالموت ديالو 1947 بسبب الالتهاب الرئوي. القصه ديالنا سالات. الا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات ديروا لايك، ابوني، فعلوا الجرس. السلام عليكم.